بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله اليوم درسنا راح يكون الدرس الأول من وحدة الفقه الإسلامي. وحدة الفقه عندنا 3 دروس. اليوم راح ناخذ أول درس، في عندنا الوديعة، وبعدها راح يكون في عندنا درس الرهن، وعندنا درس القرض الحسن. الدروس بسيطات ومهمات إن في الحياة، لأن دائما أقول الفقه الإسلامي يعني شيء يتعلق بالفهم. خلينا نبدأ الآن بداية الدرس مع ميس. الشاشة ازيك يا واضحة يا ماس؟ ميس؟ الشاشة واضحة. واضحة؟ ممتاز واضحة يا ماس. ممتاز. يلا الأهداف حبيبتي. الأهداف: تعريف مفهوم الوديعة، التدليل على مشروعية الوديعة، استنتاج حكمة مشروعية الوديعة. 4. توضيح أحكام الوديعة. 5. بيان حكم الاتجار بالوديعة. 6. المحافظة على الوديعة. تمام. الآن ما المقصود عندما أقول الوديعة؟ ما المقصود بكلمة الوديعة؟ تفضلي يا ميساء. ميساء سمعتيني؟ يبدو ميساء عندها مشكلة. سجا ناهض، سمعتيني؟ معك يا مس. يلا حبيبتي تفضلي. عندما أقول أنا وديعة ماذا يتبادر إلى ذهنكم؟ تفضلي. مفهوم الوديعة: الوديعة هي المال المحفوظ عند الغير بلا عوض، ويرده إلى صاحبه إذا طلبه، كأن يودع رجل سيارته عند جاره. يودع. أخذنا في الفصل السابق من الأشياء اللي أخذنا عن الإجارة، فأخذنا إنه الإجارة بمقابل، كمال البيع بيكون بمقابل، لكن الوديعة لا تكون بمقابل بلا عوض، هي من باب الأمانة، مال محفوظ عند الغير. يعني ميس عندها مبلغ مال وضعته عند ميساء، قالت لها بدي أغيب شهر وخلي هذا المال عندك، وهي كون تعرف إنه ميساء ثقة فأعطتها هذا المال، وعندما تعود ميس تأخذ المال من ميساء. تمام. أو ممكن رجل يودع سيارته عند جارة، يعني بده يسافر يضع السيارة، ما في مجال يضعها في مثلا في بنك أو إشي، فهو بدع السيارة عند جاره حتى يعود، وعندما يعود يأخذها. طبعا هنا لا بده يدفع مال ولا أي شيء، ننتبه للموضوع. هاي مثلا من الأشياء اللي الأماكن بصير فيها إيداع، ممكن تكون خزنة، ممكن تكون هون ذهب عند ناس، هون في البنك، هون ممكن في صندوق. مشروعية الوديعة، عندما أنا أقول وديعة وعندي درس تربية إسلامية في الوديعة، لما بدي أعرف هل هناك أدلة شرعية شرعت لنا أن يكون هناك وديعة أم لا. طبعا أنا للي من باب التأكيد نرجع نعيد، الوديعة المقصود فيها إحنا بنسميها أمانة في مفهوماتنا. تفضل يا لمين الدور الآن؟ يلا حبيبة. مشروعية الوديعة مشروعة بالكتاب والسنة، وثبتت مشروعية الوديعة بالكتاب والسنة. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم. معلش يا مستر رجعي. متأسفة. تفضل حبيبتي. قلبت فجأة. أما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا هنا من القرآن الكريم هو أمر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هاي الأمر في ماذا؟ ليس بأخذ الأمانة، وإنما بأدائها بإرجاعها عند أخذها. يعني نرجع لميساء. ميساء اللي أخذت المبلغ المالي اللي أخذته من ميس، لما ترجع ميس هاي أمانة لازم ترجعها. تمام. هي أمر إلهي واجب عليها أن ترجعها.
أما السنة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهي مصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك، يعني ما دام هو أعطاك أمانة أنت رجعها له، ولا تخن من خانك، يعني حتى لو إنسان خانك أنت ما تخون. وأكبر دليل على ذلك أنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان معروف اسمه الصادق الأمين. ما هو حكم الوديعة؟ أول شيء أسأل ميساء، هل فتح معك المايك؟ يبدو لا. نرجع لأحمد، تفضل يا أحمد. حكم الوديعة. الوديعة عقد مباح شرعيا لأنها من باب الإعانة على حفظ الأموال وتأمينها لمن كان قادرا على حفظها، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. صدق الله العظيم. أما من يعجز على حفظها فلا يجوز له قبولها حتى لا يكون سببا في ضياعها أو إتلافها. إذا هنا يا أحمد الوديعة، إحنا بنعرف عندنا الأحكام الشرعية، في عندي بكون في واجب، في بكون هناك مكروه، في حرام، في مباح، في مستحب، لكن هو الوديعة هنا هي عقد مباح شرعا، يعني أنت مباح إنك تعملها، لكن لماذا؟ حتى نعين غيرنا على حفظ أموالهم، ويكون الإنسان قادر على حفظ الأمانة. لكن إذا لم يكن هناك عنده القدرة على حفظ الأمانة فهو لا يجوز له أن يأخذها حتى لا تضيع. تمام؟ إذا أخذنا تعريف الوديعة وأخذنا المشروعية الوديعة، والآن وحكم الوديعة. ننتقل الآن لأفنان مصعب، بدها تحكي لنا عن ما هي الحكمة من مشروعية الوديعة. تفضلي يا أفنان. الحكمة من مشروعية الوديعة: قد تطرأ على الإنسان أحوال يكون فيها غير قادر على حفظ ماله، أما لفقد المكان أو لعدم الإمكان، لعجز أو مرض أو خوف، ويكون عند غيره القدرة على حفظ ماله. لهذا أباح الله الوديعة لحفظ المال وكسب الثواب من الله، ولحاجة الناس إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بدي من أسماء يوسف. أسماء يوسف، سمعتيني؟ نعم يا مس. تشرحي لي اللي قرأت لنا يا أفنان. تفضلي عزيزتي. اللي شاركوا رجاء أن ينزلوا إيديهم. سمعتيني يا ماي أسماء؟ سمع المايك مغلق. نعم يا تفضلي. مس، موجودة. تفضلي. أي أباح الله الوديعة لحفظ المال وكسب الثواب، ولأن الناس يحتاجون إلى ذلك، كما قال الله تعالى: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا هنا الحكمة المقصود فيها يا صف تاسع هي الفائدة. ما هي الفائدة من مشروعية إنه لماذا أباح لنا الإسلام إن يكون هناك وديعة؟ لأنه الإنسان تتغير أحواله، فقد لا أكون عندي القدرة أني أحفظ مالي لسبب من الأسباب، وجاري أو أحد أنا أعلم أنه عنده القدرة فأعطيه، فهنا يكون هنا مساعدة بعضنا لبعض وحفظا للمال. ما هي أركان الوديعة؟ تفضلي يا نغم. أركان الوديعة: المودع وهو صاحب الوديعة، المودع عنده وهو الذي يحفظ الوديعة وهو شيء المودع، الصيغة: الإيجاب والقبول من الطرفين. نعم. إذا عندي 4 أركان، يعني كيف البيت عنده 4 حيطان، الوديعة نفس الإشي، لازم يكون فيها 4 جهات. أول شيء الإنسان المودع، اللي أنا المودع اللي هو صاحب المال، ما اللي هي إحنا في مثال اللي طرحناه في صفنا اللي هي ميس. ميس هي صاحبة المال، هي المودع. المودع عنده هي ميساء، اللي هو أنا وضعت عنده المال. ميس وضعت المال عند ميساء. الوديعة هي المال نفسه الذي تم إعطائه. الصيغة بده يكون هناك إيجاب وقبول من الطرفين، يعني الجهتين بدهم يوافقوا. ما بطلع للمودع إنه يجبر المودع عنده إنه يضع عنده ماله، لازم يكون إيجاب أي موافقة وقبول من الطرفين.
قصة صراحة أنا حابة أحكي لكم قصة عن الموضوع. يعني هي قصيرة بس إنه في زمن القاضي إياس، وهو كان مشهورا بالذكاء، كان هناك رجلين، أحدهما أودع مالا عند صديقه، وجلسا تحت شجرة، فقال لصديقه: سأغيب 3 أشهر أو 4 أشهر وأنا أودعتك هذا المال. وجلسا تحت هذه الشجرة دون شهود أو لا يعلم بحالهم إلا الله. فلما عاد المودع ليطلب ماله من المودع عنده، قال له أنكر المال، أنكر الوديعة. المودع عنده صديقه أنكر الوديعة، فقال: سأشتكيك للقاضي. فذهبا إلى القاضي إياس، فعرف قصتهما، فقال للمودع اللي هو صاحب المال: ارجع إلى الشجرة وتذكر لمن أعطيت مالك، فلا تتهم غيرك وصديقك زورا وبهتانا. وعاد وهو إلى الشجرة يتذكر هناك، وهو في الطريق حزين، يقول يقول عنه القاضي إياس وهو عادل، وقد ظلمني في ذلك. وقال للمودع عنده صديقه الذي أنكر الأمانة، قال له: اجلس. فجلس، وكان القاضي إياس معروف أنه بسرعة قضائه في المحاكم، فاستغل لحظة نظر فيها بعد يمكن ثلث ساعة ربع ساعة إلى المودع، إلى هذا الشخص الذي موجود عنده في المكتب، فسأله وهو في حال حيرة، قال له: هل وصل صاحبك إلى الشجرة؟ فأجاب بسرعة: لا. قال: لقد خنت أنت الأمانة، ارجع إلى صاحبك والحقه عند الشجرة وأرجع إليه ماله. فهذا يدل على أنه الأصل الإنسان يصون الأمانة ولا يخونها. تمام؟ الآن نعود إلى الوديعة، لها عدة أحكام. نبدأ بالحكم الأول مع نور. فتحت المايك لمين أنا؟ يمكن نور. مس أنا الوديعة أمانة من الأمانات، والأمانة لا يضمنها المؤتمن إلا في الحالات الآتية: إذا ترك الوديعة بلا حفظ، إذا أودعها عند غيره بلا عذر كالمرض أو السفر، أو بلا إذن من صاحبها، ويجوز له أن يحفظها عند زوجته وأبنائه دون إذن، إذا استعملها أو تصرف فيها دون إذن، إذا خلطها بغيرها خلطا لا يمكن تمييزها عن غيرها، إذا لم يحفظها في المكان الذي يحفظ فيه مثلها. طيب خلينا واحدة واحدة. إحنا بنرجع نقول إن الوديعة هي أمانة من الأمانات، والأمانة لا يضمنها المؤتمن إلا في حالات الآتية. شو يعني يضمنها؟ يعني مطلوب منه إنه يرجعها. أول حالة: إذا ترك الوديعة بلا حفظ، يعني أعطى مبلغ المال وأجى وين ما حطها في موضع أمين. إذا أودعها عند غيره، يعني صديقه أودع عنده وراح أودعها عند غيره، ما في إلا عذر، لا له مرض ولا في سفر ولا طلب إذن من صاحبه إن أنا راح أحطها عند واحد ثاني، فهاي الحالة عليه الضمان، لكن يجوز له أن يحفظها عند زوجته وأبنائه لأنه بدون إذن. ليش؟ لأنه بنفس البيت. إذا استعملها، حط عنده الأمانة السيارة، وإذا استعملها أو تصرف فيها دون إذن صاحبها وراح جاي فيها، هاي حرام، إلا إذا أعطى إذن. إذا خلطها بغيرها خلطا لا يمكن تمييزها عن غيره، يعني على سبيل المثال وضع عنده يعني السيارة مثلا مبينة، بس خلينا نحكي لو مثلا مجموعة غنم أو إشي هيك إشي، خلينا نحكي إنه هاي الأشياء يمكن ما ميز غنمته عن غنم اللي أعطى إياها صاحب الأمانة.
إذا لم يحفظها في المكان الذي يحفظ فيه مثلها. يعني هو مثلا أعطاه مبلغ من المال، هذا المبلغ يجب أن يكون مثلا في موضع أمين في خزنة أو شيء، هو وضعها في المبلغ المال ممكن حطه على ظهر الثلاجة، ولما أجا واحد من أولاده وأخذه، هاي حالة ما بصير. الحكم الثاني، إذا الحكم الأول هو الوديعة أمانة من الأمانات ولا يضمنها المؤتمن إلا في عدة حالات. الآن رقم 2، تفضلي يا مرح. حفظ الوديعة قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يأخذ عليها الوديع أي أجرة. أما إن كانت مما يحتاج إلى نفقة فتكون نفقتها على المودع لأنها ملكه. نعم، على فرض أودع عنده سيارة وقال له إنه السيارة مثلا على أساس ما تخربش يطلع فيها مشوار في الأسبوع أو إشي، هي بحاجة لإيش؟ لبنزين أو إشي. أو أودع عنده مثلا غنمة زي ما حكيت له، هي بحاجة لأكل. النفقة هنا على المودع. ليش؟ لأنه هذه شيء ملكه وليس على المودع عنده. رقم 3، سجنشأت. أفنان مصعب شاركتي، نزلي إيدك حبيبتي. نغم شاركتي، نزلي إيدك. ميساء أنا راح أنزل إيدها، ليه شكله عندها إشكال حتى أعرف القادمين لمين. سجنشأت تفضلي. 2. حفظ الوديعة قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يأخذ عليها الوديعة أي أجرة. قرأناها حبيبتي، خدناها حبيبتي، خليكي معنا. تمام. تفضلي عزيزتي. رقم 3 إحنا. 3. يحرم على المسلم أن يودع ماله في البنوك التي تتعامل بالربا، لأن البنك يستفيد من هذا المال ويتقي به على أنشطته المحرمة، ويتقوى به على أنشطته المحرمة. نعم، إذا عندك مال لا تودعه في البنوك الربوية. الربوية المقصود فيها هنا أنها تأخذ زيادة على المال، وفي كمان إذا أودعت هم بيعطوك عليه زيادة، فبهاي الحالة الحرام تأخذها. لكن في البنوك الإسلامية أو ما تعامل بالأنظمة الإسلامية يجوز ذلك. تمام، لأن البنك يتقوى على الأنشطة المحرمة. أخذنا عن الوديعة كل هاي الأمور وكانت يعني واضحة إنها، لكن متى ينتهي عقد الوديعة يا ليلى؟ متى خلص انتهى عقد الوديعة؟ أول شيء تفضلي يا ليلى. أبدأ. تفضلي حبيبتي. انتهاء عقد الوديعة. ينتهي عقد الوديعة في الحالات الآتية: أولاً استرداد الوديعة أو ردها. 2. نقل ملكية الوديعة لغير المالك ببيع أو هبة أو ميراث. 3. جنون المودع أو المودع عنده أي الوديع. اللهم صل على سيدنا محمد. إذن الحالة الأولى لما استرد الوديعة أو ردها، يعني إنه أجا مثلا ميساء أخذت الأمانة ميس أخذتها الأمانة اللي وضعتها عند مين؟ عند ميساء. إذا استردتها خلص انتهى عقد الوديعة، ما في ظل أمانة ولا إيش. نقل الملكية الوديعة، يعني ميس نقل ملكية الوديعة لغير المالك ببيع أو هبة أو ميراث، يعني إنه بطلت هي تملكها، صارت هي تم بيعها. ما دام تم بيعها إذا انتهى العقد. الآن صار في هناك إما ممكن بيع أو هبة أو ميراث. آخر شيء الجنون، لأن إحنا بنعرف إنه العقل ركن من أركان أي شيء في الأمور الفقهية. فهان جنون المودع أو الوديع، هاي بكون انتهى عقد الوديعة، وبهيك درسنا بكون انتهى. في عندي أفكر في الدرس إنه النبي عليه الصلاة والسلام حرص على التأخر في مكة يوم الهجرة. شو السبب في ذلك؟ تفضلي يا يزن. لحظة شوي أسمح لك. تفضلي يا يزن، المايك مفتوح وسجل. وليلى عزيزاتي نزلوا ايديكم. يزن سمعني؟ يزن الصيام. طيب لما رذان. طيب لأن فتحت لها وبعدين لم. يا مس.
تفضل. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأخر علي في فتح مكة يوم الهجرة. بالطبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر تأخير رحيل علي بن أبي طالب في مكة يوم الهجرة بغرض تنظيم الأمور المالية وتحقيق استقرار مادي للمسلمين. كانت هذه خطوة استراتيجية لضمان عدم تعرض المسلمين للمضايقات في غيابه، وكذلك لتجنب أي تهديدات أمنية تجاه الجماعة المسلمة في مكة. تمثل هذه التحركات الحكيمة جزءاً من استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم لضمان نجاح عمليات الهجرة وتأسيس المجتمع المسلم بشكل آمن ومنظم. وكذلك كمان اللي هي حتى يريد استرجاع الأمانات إلى أهلها. خلينا نشوف الآن الأسئلة. لما تفضلي يا لما. يا مس معك. يلا عزيزتي. معك. السؤال الأول: أضع إشارة صح يمين العبارة الصحيحة وإشارة خطأ يمين العبارة غير صحيحة. أول سؤال: يجوز للوديع أن يبيع الوديعة. خطأ. راما. محمد. 2: يستحب للإنسان أن يقبل الوديعة دائما. غلط. تمارا. الوديعة متى شاء. صح. عائشة. عائشة. أيوه. أي رقم؟ 4. إيش؟ 4. إذا هلكت الوديعة بغير قصد وتعد ولا تقصير منها لا يضمنها. غلط. فرح. معك يا مس. نفقة الوديعة على المودع لأنها ملكه. صح. سؤال 2 لبسان. ياسر. مس، البنت اللي قبلها جاوبت خطأ لما حكت إذا هلكت الوديعة، حكت خطأ بس هي صح. مين؟ أول تنتين. مس لما لا يضمنها. لا، إذا هلكت الوديعة بغير تعد ولا تقصير منه لا يضمنها. البنت جاوبت غلط. ما سمعتش، ما انتبهتش لأنه صراحة ما بالأسماء، بس الإجابات مكتوبة صح. صح؟ صح. يلا حبيبي. صح. مس لما أنا سؤال 5. يلا. لما سمير. الوديعة على المودع. نفقة الوديعة على المودع لأنها ملكه. صح. بسان أغلق المايك ونزلي إيديكم رجاء اللي شاركن حتى أعطي مجال للباقي. جنى. جنى إيهاب. لا، هدى وبعدين جنى. هدى علي. طيب جنى إيهاب. حكم الوديعة هدى مباح. وبعدين جنى. يلا حبيبتي. حكم الوديعة مباح. جنى. يسمى المال المحفوظ عند الغير بلا عوض الوديعة. تمام. ننتقل إلى السؤال الثالث. مين اللي فتحت لها المايك؟ ملك. ملك نائل. أعرف المصطلحات الآتية. يلا. صوت مسموع. نعم عزيزتي. 1. الوديعة هي المال المحفوظ عند الغير بلا عوض ويرده إلى صاحبه إذا طلبها. تمام. كمل. 2. المودع هو صاحب الوديعة. 3. الوديع هو الذي يحافظ على الوديعة. نعم. بتظل لو حكينا بدنا اللهم صل على سيدنا محمد الأركان نقول كمان الصيغة. مين دوره؟ أحمد ماهر. تفضل يا أحمد. بسان وملك نزلوا إيديكم. علل. كان كفار قريش يضعون ودائعهم عند النبي لما كان معروفا عندهم عن صدقه وأمانته. نعم. ليان. مس معاك. يلا حبيبتي. لا يجوز لمن يعجز عن حفظ الوديعة قبولها حتى لا يكون سببا في ضياعها وتلفها. روان.
روان سمعتيني؟ طيب أرام يا مس. يلا حبيبتي. أنا ما عندي شاشة، شو أقرأ؟ طيب خلينا نشوف صور. اطلعي من الاجتماع وعودي ادخلي يا حبيبتي بعدها وشوفك. طيب. ماشي معك يا مس سؤال. يلا سوار. جيم. بس وين وصلتوا؟ لأن الشاشة الحين إجت. جيم. تمام. يحرم حفظ الوديعة في المؤسسات المالية التي تتعامل بالربا، لأن الربا حرام شرعا، ولأن المؤسسات تستفيد من المال وتتقوى على الأنشطة المحرمة. تقوى بها على الأنشطة المحرمة. سؤال 5 لانا خليل. لانا خليل. معك مس. يلا. سؤال 5. أعدد 3 حالات تتضمن فيها الوديعة. 1. إذا ترك الوديعة بلا حفظ. 2. إذا أودعها عند غيره بلا عذر كالمرض أو السفر أو بلا إذن من صاحبها، ويجوز له أن يحفظها عند زوجته وأبنائه دون إذن. 3. إذا استعملها أو تصرف فيها دون إذن من صاحبها. أحسنتي. سؤال 6 لتقى صبري. تقى سمعتيني؟ أبين الحكم الشرعي. نعم. يلا. أبين الحكم الشرعي فيما يأتي. 1. قصر الوديع في حفظ الوديعة فهلكت. قصر الوديع في حفظ الوديعة قصر الوديع في حفظ الوديعة فهلكت، يضمنها ويعوض المودع لأنه قصر بها. 2. أكمل؟ لا رغد. بس أنا ظهرت عند الشاشة. أرام بعد رغد. أنا يا رغد. أرام بعد رغد. هلكت الوديعة عند الوديع دون تعاد أو تقصير لا يضمنها. 3 يا أرام. تصرف الوديع في الوديعة دون إذن المودع، عليه ضمانها. آخر إشي السؤال 7 لمرح ماهر أسعد هنية. يلا مرح. استنتج الحكمة من مشروعية الوديعة. قد تطرأ على الإنسان أحوال يكون فيها غير قادر على حفظ ماله، إما لفقد المكان أو لعدم الإمكان أو لعجز أو لمرض أو خوف، ويكون عند غيره القدرة على حفظ ماله. لهذا أباح الله تعالى الوديعة لحفظ المال وكسب الثواب من الله عز وجل، ولحاجة الناس إلى ذلك. قال تعالى: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أحسنت. لعبة تعليمية، بس خليني أعطيكم الرابط. يعني كوننا أخذناه خلينا نراجعه مع بعض. نسخ. راح أضع الآن بالدردشة. اللي شاركوا رجاء أن ينزلوا لي إيديهم، حتى أعطي مجال لطلاب ثانيين. وصل الآن تمام؟ بإمكانك تدخلي الآن، بس خليني أنا أشوف هان الأسماء. بيسان شاركتي، روان رغد، الكل اللي شاركوا ينزلوا إيديهم الآن. أنا بيسان قلتي لي شاركة بس ما شاركت. مين بيسان؟ ماشي بيسان. جاوبت بنت كلامها. تمام. بيسان، نور، سحر، الثلاثة ويزن. مفتوح له المايك. لا يبدو إنه تم الإغلاق. أظن أنا ما شاركتش بس مفتوح عندي المايك. مين؟ شو الاسم؟ مريم، بس ما جاوبتش ولا شاركت. تمام. معناتها انتوا راح تكونوا معاي الآن، وراح أسجلها باسم يزن. ماشي يزن، سمعني؟ يا ميس. يلا حبيبي.
الشاشة مش واضحة عندي. الآن يزن الشاشة مش واضحة يا مس. يلا خلي نشوف غيرك، يعني اللي يكون مفتوح سمحت لهم بالكلام هم يساعدوني. يلا، ما هي الوديعة في الإسلام؟ أنا ما راح أعطي إجابة لما كنتوا تحكوا لي. هي المال المحفوظ عند الغير بالعوض. بلا عوض. المال المحفوظ. إذن في عندي الأولى صح. يلا إيه اللي بعدها؟ مباح. الحكم الشرعي مباح. رقم ما هو الحكم الشرعي للوديعة؟ مباح لكن غير ملزم. أحسنتم. يلا، ماذا يجب على المستودع فعله عند استلام الوديعة؟ حفظها بأمان. حفظها بأمان. نعم، شطورين. حفظها بأمان. متى يمكن للمستودع التصرف في الوديعة؟ موافقة المودع. أحسنتم. ما هي حقوق المودع؟ الاسترداد في أي وقت. نعم. نفقة الوديعة تكون الاسترداد في أي وقت. على المودع لأنها ملكه. أحسنتم. المودع. ما هو موقف الإسلام من خيانة الوديعة؟ مقبولة في بعض الحالات. لا، الخيانة محرم بشدة. محرمة بشدة. ولا مرة لا مقبول ولا غيره. دائما بقول افهم السؤال شو بده. ما هو دور الشهود في الوديعة؟ تأكيد صحة الوديعة. تأكيد صحة الوديعة. يحرم على المسلم أن يودع ماله عند وين؟ في البنوك التي تتعامل بالربا. أحسنتم. آخر سؤال. يلا في طلاب سبقونا وخلصوا. سحر أرسلت وسجى. وين آخر سؤال؟ شو الجواب؟ كيف يتم التعامل مع الوديعة بعد وفاة المودع؟ وين بتروح؟ تعتبر من تعاد إلى ورثة. إلى الورثة. ورثة المعاد. شوف قد جبنا علامات. 100%. ممتاز. رائعين رائعين. هيك بكون حصتنا لدرس الوديعة انتهت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقف التسجيل.